بصراحه بسم الله ما شاء الله في الإلقاء المحاضره. ذوقك راقي وراجل خبره، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، وشكرا لحضرتك. شرفتنا. السفر ايه اللي عامله معانا كده؟ معلش احنا هنا من الساعه. اسمحوا لي بس انا حابب اخويا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مجدي سرحان. طبعا قيمه وقامه كبيره، ورجل عنده فكر محترم وراقي وله منصه وله رواد. دائما رجل يعني دائما يعرف اين يضع الكلمه، وهو يعني من الشخصيات الراقيه. انا شخصيا على المستوى الشخصي بعتز بها وبعتز بصداقته، وهو ليه صالون محترم جدا في قصر ثقافه الانفوشي. لمن لا يعرف يعني صالون راقي، وبيجيب فيه ضيوف راقيين وبيطرح قضايا محترمه جدا وبيطرحها بشكل موضوعي، وعنده المعادل الموضوعي عالي جدا. فبحييك يا مجدي بيه. اشكرك، شرفتنا ونورتنا. عندك في من ضمن الشخصيات المكرمه السنه دي من IOV برضك عندنا كأفضل شخصية نسائية مؤثرة في العمل التطوعي للعام 24 الأستاذة علاء الجزار.